عسلامة، مرحبا بكم كالعادة. اليوم رجعت لكم بدبارة جديدة باش نعملوا مع بعضنا شوية شوربة وكعيبات بريك يعملوا 66 كيف البريك. باش نعملوا باش نحضر المرسوقة كما نقولوا احنا في الدار. نتعادلوا مع بعضنا الكوجينة باش نحضروا البريكات متاعنا. لهنا كما تشوفوا عندي زوز كيسان. الكاس الأول حطيت فيه سميد أرطب رقيق جدا. حطيت كاس فارينة، معناها كيلة فارينة عليها كيلة سميد. حطيت شوية ملح، رشة ملح ما تكثروش. حطيت وزدت عليهم زوز كيسان ماء. باش نحط الكاس الاول نحاول باش نخلطهم مليح باش الماء يدخل مليح ماء في السميد والفارينة. وباش نزيدهم الكاس الثاني الكل يجيو معناها كيلة فارينة عليهم كاس سميد وزوز كيسان ماء شوية ملح وما يقارب مغرفة متاع ماكلة زيت زيتونة ولا زيت نباتي اللي عندك تنجم تحط. ابخي باش نغطيهم بالبابي سولوفان كيما تشوفوا باش هني نحركهم مليح مليح باش الماء يدخل في السميد والفارينة ونخليه يتنفخ في عقله السميد والفارينة. نغطيهم بابي سولوفان باش ما يشيحلناش الميلانج ونخليه مدة نقولوا احنا ساعة يرتاح في عقله. نتعدى نحضر الفاخس متاع البريك وباش نحط شوربة باش نعمل شوربة شعير. كيما تشوفوا هنا خديت بصلة كبيرة باش نعمل المواتي للفاخس متاع البريك والمواتي الثاني باش نعملوا للشوربة. لهنا باش قصيتك البصلة كيما شفتوا باش نحط شطر للبريك وشطر اللي قاعد باش نحطوا للشوربة. هنا باش نحط شوية زيت وباش نزيد شوية ملح شوية كركم فلفل أكحل وشوية تابل وكروية ونقلي مليح هاك البصل اللي يذبال. وبعد باش نزيدوا اللحم المفروم. هذايا الفخس متاع البريك. هنا كيما تشوفوا هاكا قليته مليح. نسيت ما قلت لكمش حطيت شويه كركم. الكركم يبنن يبنن الماكله. انا ديما نحط شويه كركم الحق. هنا كيما تشوفوا قعدت نخلط فيه مليح حسيته ذبال رميت اللحم. هنا عندي شويه لحم كونجولي جبته وحطيته. تنجموا تعملوه بالدجاج تنجموا تعملوه حتى بالطن تنجموا تخليوا البصل يعني يبرد تذبيله متاع البصل ونحطوا حكة طن ونزيدوا عليها الفرماج وما لازم. لان كيما تشوفوا خليت داك الفيونداشي تقلى مع مليح مع البصل وكلفاح. هبطته خليته يبرد في عقله وتعدي تاني حضرت الشربة متاعي. الشربة حطيت كما تشوفوا شربة شعير تتقلى مليح مع الهريسة وكل شطر بصل اللي حطيتها والطماطم وفوحتها شوية تابل وكروية شوية كروية ما تكثروش ولا ومرقتها وتعديت لهنايك كما شفتوا هزيت المكسور. خلطت مليح الميلانج متاع البريك. أركضوه مليح باش يعني يتحلك السميد مليح مع الفرينة. هنا تعديت حطيت المقلة متاعي حطيت فيها شوية زيت دهنتها بشوية زيت وبديت نخدم في الكعيبات متاعي متاع البريك. هناك بالبانسو خدمتهم كما شفتوا سيليكون. اللي ما عندوش ينجم يستعمل بانسو نورمال تلقاهم موجودين في كارفور في الكلير. هذوما سيليكون انا ساعدوني فرانشمون يطاوعوا يعني والكعبة تجيك مرتوبة وماهيش منقبة. لهنا كما تشوفوا وطيت على الغاز مرة الأولى حطيت الغاز نقولوا احنا عليت فيه باش سخنتك المقلة مليح وبعد نوطي فيها نخليها في الكات ولا في التروا ونقعد بشوية بشوية. كما تشوفوا هني الكعبة هكا شيحت نحيها ونحطها فوق منديلة وما نغطيهاش معناها ما تستحقش باش تغطيها. فوالا كيما هنا تشوفوا هكا نعدي البانسو هي جست تشيح شويه وانا نحيها الكعبه ونحطها فوق المنديله وكما قلت لكم ما تغطيش راهو يعني من السخانه يلصقوا في بعضهم. كل كعبه تحطها فوق اختها ما نغطيهاش نخليها للهواء نقولوا احنا. تظهر لكم صعيبه شويه العمليه مي سهله بعديش تحس روحك كأنك تدهن في حاجه باش تغطي كل المقلب الحاجه بلون. اما راهي سهله وفرانشمون
جربوها وتفكروني، ياسر البات طاوع وتجينا ما تتلصقش وماهيش خشينة معناها كيما تشوفوا هنا هاكا نصلي على النبي. الكعبة جاتني ما شاء الله كأني شريتها يعني مش معمولة في الدار. هناك الحشو كيما قلت لكم خليته يبرد هاكا اللحم معناها طايب جوست خليته يبرد باش نحط شوية معدنوس وشوية فرماج وباش نزيدو شوية ملح وشوية فلفل أكحل. هني الفرماج اللي عندك نجم تحطو رابي ولا كيري كان عندك موتزاريلا زيادة تنجم تحط. ولا نخلطو كالميلانج مليح. وهنا باش نحط كان عظمة ما تزيدوش ما تخليوش يجيكم ياسر الطرية الفاخس أخي تقعد نية يعني كي طيبوها بعد تقعد نية كعبة جست تلمك أكل فاخس وكهو كعبة يزي فيها البركة ما تكثروش. والكعبة تجيكم طايبة يعني من داخل ما تقعدش هكا تحسوها مش طايبة. هنا كيما قلت لكم زدتها شويه فلفل اكحل وشويه ملح وبديت نخدم في الكعيبات نتاعي. هنا باش نوريكم العمليه كيفاش انا نعملها الكعبه. نحط الفاخس في المليو ونسكر سوغ لي كوتي وندورها. اللي اول مره يعني ما تعرفش اول مره تشوف فيديو تنجم من توا تبدا تتعلم في الملصوقه كيفاش تعملها. وكما تعرفوا رمضان ان شاء الله بينتو على الابواب كما نقولوا هكا تبدا تتعلم من توا باش كي يجي رمضان هكا تعمل البريك في دارك. لهنا ما شاء الله يعني انا طيحت لي قريبة 20 كعبة زوز كيسين ما شاء الله طيحت الخير والبركة. قعدوا لي الفخ وفالي الوغ لا اش نعمل باش نحطهم في ساك كونجيلاسيون باش نخبيهم في الفريغو. فوالا كي نبدا معناها مزروبة هكا نلقى الكعيبات بريك متاعي محطوطين في الكونجي جست نخرجهم قبل بساعة. باهي نتعدى لهنيك باش نحط المقلة تسخن كما تشوفوا فوق النار ونبدا نقلي في الكعيبات نتاعي. باهي الزيت كما قلت لكم نسخنه مليح مليح وبعد نوطي عليه خاطر باش الكعيبات معناها ما يتحرقوش ويطيب زاده من داخل نوطي عليه ونخليه يطيب في عقله. الشربة متاعي كيما تشوفوا معناها حضرت على هيك بديت نقلي في البريك. طفيت على الشربة وبديت نقلي في البريك باش يعني بعد ناكلوهم سخان كعبات البريك. حضرت صحن بالطبيعة حطيت فيه لي بابي سلوفان ولا سوبالا باش هيك الزيت يسقطر فيه. وكما تشوفوا لهنا هكا الكعيبات متاعي ما شاء الله يعني كما قلت لكم طيحوا الخير والبركة. لهنا هاكا الكعيبات نتاعي كيفاش يجيو دوري ما نخليهمش يتحرقوا ويطيبوا برشا. وهنا نودكم ولا نشهيكم العشاء نتاعي حضر ان شاء الله تجربوا الوصفة. وتوا باش نقول لكم ان شاء الله ما طولتش عليكم وان شاء الله في فيديو جديد توا نقول لكم بسلامة.